إلى الصفات النبيلة، إلى المعاملات الراقية. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغاية من بعثته ورسالته هي الأخلاق، هي رفعة الأخلاق، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، إن الأخلاق الفاضلة هي التي تعصم الإنسان من الزلل والانحراف، وتصون المجتمعات من الفوضى والضياع. فسلامة المجتمع وقوة بنيانه وسمو مكانته وعزة أبنائه ترقى بالأخلاق السامية. فبالأخلاق تحيا الأمم، تبقى الشعوب، تنهض الإرادات. والحضارات التي لا تقوم على الأخلاق تحمل في طياتها عوامل اضمحلالها وانهيارها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن القيم النبيلة التي دعانا إليها ديننا الحنيف خلق العفة والمروءة. العفة التي تعني ضبط السلوك الإنساني عن الانحراف إلى مهاوي الرذيلة والانحطاط، بغية رفعة الإنسان، بغية أن يصل المجتمع إلى كل تقدم ورقي، لينعم المجتمع بالتقى والنقاء، متحليا بالأخلاق الفاضلة والسلوكيات القويمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. إنها العفة